اتحاد الكرة العراقي يقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم وسط صراع قانوني متصاعد وتساؤلات لا تتوقف حول مستقبل المكتب التنفيذي والانتخابات المقبلة. وفي هذا السياق قدم النائب الثاني لرئيس الاتحاد يونس محمود 3 مطالب رسمية إلى الاتحادين الآسيوي والدولي، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت لحسم الجدل لا لتأجيجه. وركزت المطالب على إجراء الانتخابات في موعدها وتثبيت اللجان الحالية ومنع أي تغييرات خارج القانون، وفي رد مباشر على دعوات الاستقالة شدد محمود على أن خروجه الآن يعني التخلي عن مشروع إصلاحي يؤمن به، وأن الغياب عن الاجتماع الأخير كان اتزاما دستوريا لا انسحابا، وبين التمسك بالقانون وتضارب المصالح داخل أروقة الاتحاد. يبقى المشهد مفتوحا على جميع الاحتمالات، فهل ستكون المرحلة المقبلة بداية إصلاح يعيد الاستقرار لاتحاد الكرة العراقي؟